تخيل انك تفتح يوتيوب تلاقي فيديو مدته 19 ثانية بس، فيديو من غير موسيقى ولا مؤثرات صوتية ولا مونتاج ولا حتى شخص بيقول لك اعمل لايك او سبسكرايب. لكن الغريب ان الفيديو ده دخل التاريخ. ليه دخل التاريخ؟ لانه اول فيديو اترفع في تاريخ اليوتيوب كله. النهارده هنفتح اول قطعة اثرية في متحف الانترنت. الفيديو اسمه ميقات زازو، اترفع يوم 23 ابريل سنة 2005، واللي رفعه اسمه جاود كريم. لو الاسم مش مألوف بالنسبة لك فهو واحد من مؤسسي يوتيوب. والفيديو نفسه بسيط جدا. جاود كان واقف في حديقة حيوان سان دياغو وقدامه فيلين، وبيتكلم عن ايه؟ عن اغرب حاجة، اغرب افتتاحية ممكن تشوفها في تاريخ اليوتيوب. بيقول ايه؟ ان الحاجة المثيرة للاهتمام في الفيلة ان عندها خرطوم طويل جدا. انت متخيل؟ بس كده؟ اه بس كده. ده كان اول فيديو في تاريخ المنصة اللي بعد كده بقت واحدة من اكبر منصات الفيديو في العالم.